مشكلة القهوة يا جماعة وقعدة الرجالة على القهوة مشكلة كبيرة قوي. في ستات بتتضايق قوي ان جوازاتها 24 ساعة قاعدة على القهوة، او بمعنى اصح يروح الشغل، يرجع من الشغل يتغدى وينام ويروح القهوة. وده تحديدا بيحصل بعد اول 3 أو 4 شهور من الجواز. انا عايزة اعرف بقى ليه الرجالة بتروح القهوة كتير كده؟ ايه رأيك يا بوسي؟ لا ياسمين اللي تقول لنا بقى. لا خلوني انا في الاخر اقول لكم الخلاصه. طيب اوكي، خلينا نسال كل ست بتتفرج علينا دلوقتي، لو جوزك من هواة الجلوس على المقاهي او بيحب يقعد على القهوه، يا ترى تفتكروا يا ستات ايه اللي بيخلي الرجاله ينزلوا يقعدوا على القهوه مع ان احنا ممكن نعمل القهوه في البيت؟ يعني انا مثلا اول ما اتجوزت لقيت جوزي بيحب ينزل يقعد على القهوه، قمت عامله ايه؟ جايبه سبرتايه وجايبه شويه قهوه وعملت له قهوه، تمام، برضه بينزل يقعد على القهوه. هل تفتكروا ان القهوه دي فيها حاجه مختلفه، فيها سر مختلف؟ دردشه الرجاله مع بعض وبيقعدوا يقولوا ايه؟ هل بيقعدوا برضه نفس قعدات الستات ينموا على احنا لما بنقعد مع بعض كستات بنجيب سيره الرجاله، هل هم برضه بيقعدوا يتكلموا علينا ولا لا؟ وتفتكروا هل احنا كستات اللي يعني بنكون احنا السبب الرئيسي اللي بنطفش الراجل من البيت وبنخليه ينزل يقعد على القهوه؟ وفي ناس بتقعد على القهوه بالساعات الكتيره جدا. ايه رايكم في الموضوع ده؟ الرجاله اكتر من السيدات، دي معروفه يا بوسي في كل حته. صح. تلاقي دايما الراجل هو اللي بيبقى مركز في تفاصيل التفاصيل يمكن اكتر كمان من الستات. هم كرجاله ما بينهم وما بين بعض لما بيقعدوا يجيبوا في سيره كل حاجه، يتكلموا على كل حاجه. يمكن احنا كستات عندنا حته الخجل والغيره، مش كل تفاصيل حياتنا بنقعد نتكلم فيها مع بعض كستات، انما هم كرجاله بيظهروا ده اكتر، بيتكلموا فيه اكتر، وبيعملوا ان هم ما بيحبوش الكلام. بالظبط كده. وفكره ليه الرجاله بتحب القعده على القهوه؟ خلينا نقول مثلا ان برسنتج كده من الناس اللي قالت او الاحصائيات اللي طلعت ليه الرجاله بتحب القعده على القهوه، كتير جدا قالوا ان هم بيقعدوا علشان يهربوا من نكد الستات او نكد زوجاتهم. ودي طبعا مشكله كبيره في كل بيت مصري، مش بس البيوت المصريه، كمان البيوت العربيه. هنلاقي في فئه تانية اللي هي فئه الصنايعيه او اللي هم الرجاله كبار السن اللي خرجوا المعاشات والحاجات دي كلها، بيجمعهم قعده القهوه، حيث بقى روح الفكاهه واللطافه، ويضحكوا ويهزروا ويسترجعوا ذكرياتهم وحاجات طبعا كتير جدا. ومؤخرا كمان بدا في فئه الشباب اللي هم الاندر ايج بقوا ياخدوا صحباتهم البنات ويقعدوا بيهم على القهوه. بقينا بنلاقي شويه في اوبن مايند الولاد والبنات، ان كمان البنات بقت تقعد على القهوه وتعمل بقى يعني حاجات بقى تانية كده. دينا الرجاله بتعملها يعني بالزبط. شيشه وسجاير وطبعا الحاجات دي يعني احنا مش عايزين نتكلم انا ضد فيها ده يعني طبعا. بصي ايوه قولي ايوه الرايقه هتتكلم. حد عايز قهوه اصلا؟ يا ريت انا كان نفسي اعمل لكم قهوه يا روقانك يا ريم. بصي بقى يا ستي، حكايه ان الراجل بينزل علشان الست بتبقى نكديه ومش هو اللي نكدي اصلا. ده الواحد يعني في ناس عايزاه ينزل على القهوه عشان هي تبقى قاعده مرتاحه، وراه حاجات كتير تعملها. هو يفضل قاعد في البيت؟ هيقعد في البيت يعمل ايه؟ ما ينزل كده يقعد على القهوه، حتى لما يروح ويجي هتبقي انت غيرتي جو وهو غير شكل، على الاقل هتوحشوا بعض. يعني انا مش معاكم ان تعملي له قهوه ومش ليه ما ينزل.